السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ مع حضراتكم شادي الغنام من قناتكم لفة في مصر، ومع حضراتكم فيديو جديد. احنا دلوقتي في مدينة اسكندرية، تحديدا في شارع سوريا، وطالعين على البحر، والبحر قدام حضراتكم اهو. هنشوف اخر تعديلات الكورنيش، هنشوف نفق 45 الجديد. تابعوني، ويا ريت لو حضراتكم حابين تتفرجوا على كل جديد يا ريت تدعموني في القناه، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. احنا دلوقتي تحديدا عند كوبري ستانلي. ده كوبري ستانلي. المنطقه دي منطقه جميله جدا. كورنيش اسكندريه كله ليه معالم اثريه وليه تاريخ وحضارات كتير جدا. احنا هنا كده على يميننا ماكدونالدز وعلى شمالنا كوبري ستانلي. اسكندرية من المدن عروسة البحر الابيض المتوسط، المدن الجميلة، المدن اللي بتتميز بحاجات كتير جدا يا جماعة. فيها قلعة قايتباي، فيها مكتبة اسكندرية، فيها حاجات كتير جدا حلوة. احنا دلوقتي اهو عند كوبري ستانلي. ده كوبري ستانلي. كنت حابب ان افرج لحضراتكم كوبري ستانلي. اسكندرية جميلة جدا وجوها روعة، صيف شتاء. اسكندرية في الشتاء بتكون فاضية وتكون روعة في الجمال، في الخروجات بتبقى حاجة ممتازة جدا. احنا متابعين مع حضراتكم في الفيديو على كورنيش اسكندرية. كان في ظهرنا دلوقتي كوبري ستانلي، مباشرة كده العصافرة، المنظرة، قصر المنتزه. حابين نطلع على المعمورة، حابين نطلع على ابو قير، كل ده بنتابعه مع حضراتكم في الفيديو. على شمالنا كده يا حضرات نادي المهندسين. نادي المهندسين من على كورنيش اسكندرية. علم مصر، تحيا مصر. انا قد ايه فخور ببلدي مصر، قد ايه شايف مصر دي احسن واعظم دولة في العالم كله، بموقعها الاستراتيجي وبشعبها الطيب وبمناخها المعتدل، باحترام القادة كلها ليها. انتوا عارفين يعني ايه قادة العالم كلها تيجي مصر عندنا يا جماعة؟ دي حاجة في منتهى الجمال، دي حاجة بجد كلنا نفتخر بيها. نادي الاطباء اهو كان على ايدنا الشمال، ده نادي الاطباء. بعد منه نادي التجاريين، بعد كده نادي المحامين، قدام حضراتكم كده سان ستيفن. اسكندرية انا متربي فيها وبلد بعشقها وبعشق اهلها، وبحب بصراحة كل محافظات البلد. يعني انا بسافر بحكم شغلي وبسافر كتير وبنتفرج على البلد كلها مع بعضينا يا جماعة. انا بصراحة بحترم شعب مصر كله في كل مكان. البلد بتكتر والشعب بيكتر، فلازم كان يحصل تعديلات كتير جدا. كان لازم يحصل تعديلات كتير جدا في الطريق. كورنيش اسكندرية الحكومة ابتدت تهتم بالكورنيش اكتر من الاول، وابتدت تعمل فيها تعديلات كتير جدا وتظبط البنية التحتية. وقدامي حضرات هنشوف دلوقتي كوبري 45 وهنشوف ايه اخرة التطورات اللي فيه. واحنا دلوقتي في جولة صغيرة على كورنيش اسكندرية بنشوف ايه اخر المستجدات فيها. احنا قدام حضراتكم كده
مول سان ستيفن والفندق. ده فندق سان ستيفن قدام حضراتكم. بلدنا جميلة يا جماعة. ده فندق سان ستيفن مع حضراتكم. ده مدخل الفندق، فندق سان ستيفن من اهم الفنادق ومن اهم المولات اللي في سيتي اللي في اسكندريه. حاجه جميله جدا. قدام الناحيه التانية وعلم مصر. احنا واقفين في الاشاره عشان كده بصور. ده فندق سان ستيفن. وعايزين نتكلم شوية حضرات مع بعضينا ونشوف ايه اخر التطورات. طبعا الواحد يعني انا كشاب مصري تمام واحترت حاجات كتير جدا في البلد، والحمد لله انا متربي في البلد ومتربي على تراب البلد دي وبنتمي ليها وبحبها من كل قلبي تمام، وده واجب عليا تمام. انا شايف دلوقتي ان بلدي فعلا بتتحسن، ان انا شايف ان بلدي بتتطور. على فكرة يا جماعة انا ولا انتمي لاي جهة، انا انتمي لنفسي والشعب مصر كله. انا واحد زي كل الناس وزي واحد من الشعب تمام. بس هي كل الحكاية ان انا بتحرك كتير في البلد، بشوف قد ايه البلد. يعني ممكن ابقى ماشي الطريق ده على فكرة لسه متسفلت ولسه هيتخطط، عشان الناس اللي هتقول لي الطريق اللي مش متخطط، الطريق بيتسفلت وبعد كده بيتم تخطيطه بعد ما بيحصل كل حاجة فيه تمام. هنا هو بص حتى ظبطوا انا هنا كنت من حوالي اسبوعين 3 كنت هنا على الكورنيش بتمشى. الحته اللي انا ماشي فيها دي كانوا بيظبطوا فيها البنيه التحتيه للصرف الصحي عشان مياه الامطار في الشتاء. شفتوا يا جماعه قاده العالم وهي كلها عندنا؟ شفتوا قد ايه العالم كله فخور بمصر؟ العالم كله بيحترم مصر وبيحترم شعب مصر. العالم كله شايف ان مصر دي احسن واجمل دولة في العالم كلها. لازم احنا كشعب مصري ننتمي لبلدنا ولازم نحبها من كل قلوبنا. احنا عارفين يا جماعة ان الوضع الاقتصادي صعب جدا في مصر، وعارفين ان احنا محتاجين عيشة افضل ومحتاجين حياة افضل ومحتاجين حاجات كتير جدا حلوة. بس ده ما يمنعش يا جماعة ان احنا نشكر في بلدنا ونشوف الحاجات الحلوة اللي في بلدنا، وبجد نشكر الدولة ان هي مثلا نظمت مؤتمر زي مؤتمر المناخ ده اللي خلى بجد وش مصر مشرف قدام العالم كله، ان مصر تقدر تستقبل قادة العالم كلها. دي حاجة مشرفة جدا لبلدنا، وبجد انا فخور بمصر وبحب مصر. وتحيا مصر وتحيا جيش مصر وتحيا رئيس مصر وتحيا شعب مصر الطيب الاصيل. وبجد انا فخور ببلدي واتمنى ان بلدي دي تكون احسن وافضل دولة في المنطقة كلها. الطريق هنا ضيق جدا يا جماعة، ويا ريت نلتزم بالسرعة وبالحارات، والكورنيش فيه ملفات قوية حادة، فيا ريت ناخد بالنا من الطريق. مش مجرد ما الطريق ما يفتح ممكن اللي جنب منك يكون سرحان، وارد جدا، وتفوقوا عادي يعني زي ما حصل قدام حضراتكم من شوية كده. احنا هنا كده في منطقة سيدي بش، قدامنا بنك القاهرة، النساجون الشرقيون.
ده حضرات مدخل شاطئ هيلتون اللي على الكورنيش. احنا هنا كده في سيدي بشر. بنك الاهلي من على الكورنيش. جيلاتي لبنان. اسكندريه وجمال اسكندريه وجمال شواطئ اسكندريه. جاده اهو يا حضرات. واحنا هنا كده داخلين على منطقة 45، ده بير مسعود، وداخلين على ميامي. احنا هنا كده يا حضرات في منطقة ميامي. هريسة احمد حسين مشهور جدا 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 في اسكندرية. من تحت هنا يا حضرات بص هنا التعديل اللي حصل جديد ده، التعديل ده من تحت كده يا حضرات بنخش شارع خالد بن الوليد وميامي اهو يا حضرات قدام حضراتكم. هنا كده شارع خالد بن الوليد وميامي، اوله كشري التحرير. وهنا حصل تعديل في الطريق اهو، كبدة الفلاح، كنتاكي، بص البحر هناك اهو. وبكده يا جماعه احنا هنخش على 45 ونفق 45 ونشوف ايه اخر تطورات. عامه 45 يا جماعه بقت يعني تحس ان هي ستانلي. ده شارع اسكندر، ده شارع اسكندر ابراهيم حضراتكم من على ايدنا اليمين. الكوبري ده لسه معمول جديد يا جماعه اللي هيقابلنا في وش حضراتكم ده. واحنا هنا كده داخلين على منطقه 45 والتعديلات اللي بتحصل في المنطقه دي. واكتر من حد طلب مني ان انا اصور المكان ده. بصوا يا جماعه حصل انفاق وحصل تعديلات كتير جدا تحت، والطريق اختلف تماما، وعلوا الطريق من هنا حضرات عشان عملوا نفق. احنا المفروض نخش من هنا شارع 45 بس هو مقفول. بصوا يا جماعه انا حبيت ان انا اخرم من جوه عشان للاسف لقيت شارع 45 مقفول من على الكورنيش مباشرة. بس انا ممكن اوري لحضراتكم التعديلات اللي بتحصل من على بعد. بصوا يا جماعة في نفق اهو هناك، النفق ده نفق هيخرجنا على الكورنيش، ونفق هيجيب من على الكورنيش على 45 وهيتمنع بقى الزحمة والكلام ده كله. بص بيطلع كباري زي اللي بتتعمل في ستانلي. احنا كده في شارع 45. الشارع بعد ما يخلص ويتم اعمال الانشاء فيها واعمال التطوير فيها هتكون ممتازة جدا 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 يا حضرات. اشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.